السلام عليكم ورحمة الله. يقدم الذكاء الاصطناعي اليوم مقارنة بين المنتخبين الكبيرين المصري والمغربي في كأس العالم 2026 للإجابة عن سؤال يثير الكثير من الجدل بين الجماهير العربية عامة والمصرية والمغربية خاصة: من قدم البطولة الأفضل؟ لكن قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. حسب تحليل الذكاء الاصطناعي لا يكفي النظر إلى اسم المنتخب الذي وصل إلى مرحلة أبعد، بل يجب تقييم البطولة كاملة بداية من دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية وأخيرا الأداء في المباراة التي ودع فيها كل منتخب المنافسات. في دور المجموعات قدم المنتخبان مستويات جيدة لكن بصورة مختلفة. المنتخب المصري أظهر شخصية قوية ونجح في منافسة منتخب بلجيكا، قدم أداء منظما أمام جميع منافسيه ليحجز مكانه في الأدوار الإقصائية بثقة. أما المنتخب المغربي فواصل الصورة التي رسمها في السنوات الأخيرة، وظهر منظما دفاعيا وخطيرا في التحولات الهجومية، ونجح هو الآخر في التأهل بعد أداء ثابت أمام منافسيه. أرى الذكاء الاصطناعي أن أفضلية دور المجموعات كانت متقاربة، مع تفوق طفيف للمغرب من ناحية الاستقرار في الأداء، بينما تميزت مصر بقدرتها على مقاراة منتخبات قوية مثل بلجيكا. ومع بداية الأدوار الإقصائية نجح المنتخب المصري في تجاوز أستراليا ليضرب موعدا مع الأرجنتين في دور الستة عشر. أما المغرب فواصل مشواره حتى بلغ الدور ربع النهائي، بعدما تجاوز منافسه في دور الستة عشر المنتخب الهولندي ليصطدم بالمنتخب الفرنسي في الدور الثمانية. هنا يمنح الذكاء الاصطناعي الأفضلية للمغرب، لأن الوصول إلى ربع النهائي يعد إنجازا أكبر من التوقف في دور الستة عشر. لكن عند التحليل نجد طريقة الخروج تصبح أكثر إثارة والصورة أوضح. فالمنتخب المصري واجه الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين وحامل اللقب، قدم مباراة قوية ومتكافئة في معظم فتراتها، وخرج بفارق بسيط بعد أداء نال إشادة كثير من المتابعين حول العالم. أما المنتخب المغربي فقد واجه فرنسا في ربع النهائي، قدم مباراة منضبطة تكتيكيا لكنه عانى هجوميا في الثلث الأخير، لم يتمكن من استثمار الفرص التي سنحت له. تنتهي رحلته أمام منتخب يمتلك خبرة كبيرة في هذه الأدوار. حسب تحليل الذكاء الاصطناعي فإن المغرب حقق الإنجاز الأكبر بالوصول إلى دور الثمانية، بينما قدمت مصر أداء أكثر إقناعا في مباراة خروجها أمام منافس يعد من أقوى منتخبات البطولة. ولهذا فإن الحكم النهائي يعتمد على معيار التقييم. إذا كان المعيار هو الإنجاز فإن الأفضلية تذهب إلى المنتخب المغربي بوصوله إلى ربع النهائي. أما إذا كان المعيار هو جودة الأداء أمام كبار المنتخبات فإن المنتخب المصري قدم صورة قوية وأثبت قدرته على منافسة أحد أبرز المرشحين للقب حتى اللحظات الأخيرة. في النهاية يخلص الذكاء الاصطناعي إلى أن المنتخب المغربي حقق البطولة الأفضل من حيث النتائج، بينما قدم المنتخب المصري واحدة من أكثر المشاركات تطورا وإقناعا في تاريخه الحديث. يبقى السؤال لكم: لو كان عليكم اختيار منتخب عربي واحد باعتباره الأفضل في كأس العالم 2026، هل ستختارون المغربي بفضل الإنجاز أم المصري بفضل المستوى الذي قدمه أمام الأرجنتين في المباراة الإقصائية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.